تخيل يكون عندك 2 آباء، واحد متعلم ومعاه دكتوراه بس مات فقير، والتاني ما كملش حتى تعليمه وبقى مليونير. وده مش فيلم ولا خيال، دي القصة الحقيقية لريبورت كيوساكي، مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير. طيب هو إزاي واحد ما كملش المدرسة ينجح أكتر من واحد معاه شهادات؟ الجواب كله يا صديقي في طريقة التفكير، وده اللي هنعرفه دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الفرق الجوهري بين عقلية الأب الغني والأب الفقير، زي ما رواها الكاتب بنفسه. ريبورت بيقول: كان ليا 2 آباء، واحد مع شهادات ودكتوراه، والتاني ما كملش حتى الصف الثامن. بس المفاجأة، اللي ما كملش تعليمه هو اللي بقى من أغنى أغنياء أمريكا، واللي معاه شهادات مات سايب ديون بس. الاتنين اشتغلوا بجد، بس كل واحد فيهم كان بيشوف المال بشكل مختلف. الأب الفقير كان بيقول حب المال هو أصل كل الشرور. الأب الغني على العكس كان بيقول قلة الفلوس هي أصل كل الشرور. الأب الفقير نصحه: روح المدرسة وذاكر وخد درجات كويسة عشان تشتغل في وظيفة كويسة. أما الأب الغني فقال له: ذاكر عشان تتعلم إزاي تبقى غني وتخلي الفلوس تشتغل عندك. ريبورت بيقول الفرق بين الاتنين خلاني أفكر وأبدأ أكون طريقة تفكيري الخاصة. كان واحد فيهم بيقول أنا ما أقدرش أعمل كده، والتاني كان بيقول إزاي أقدر أعمل كده. شفت الفرق يا صديقي؟ واحد بيقفل عقله والتاني بيشغله. الأب الغني علمه إن كل مرة تشغل عقلك وتحل مشكلة عقلك بيقوى، وكل ما عقلك بيقوى فلوسك بتزيد. واحد فيهم كان بيقول أنا مش غني عشان عندي أطفال، والتاني كان بيقول أنا لازم أبقى غني عشان عندي أطفال. واحد بيشوف الأطفال عبء، والتاني بيشوفهم دافع للنجاح. الأب الفقير كان دايما يلعبها أمان، ما تخاطرش. أما الأب الغني علمه إزاي يدير المخاطر مش يهرب منها. واحد قال له ادرس عشان تشتغل في شركة كويسة، والتاني قال له ادرس عشان تشتري الشركة دي. الأب الغني ما كانش بيعتمد على وظيفة أو حكومة، كان مؤمن بالاعتماد المالي على النفس 100%. واحد كان شايف البيت استثمار، والتاني كان شايفه التزام ومصاريف. ريبورت لاحظ إن الفرق مش في الفلوس اللي بيكسبوها، لكن الفرق في أفكارهم وسلوكهم. وده يا صديقي لب الموضوع. التعليم المدرسي مهم، بس التعليم المالي أهم. روبرت قرر يسمع لمين في النهاية؟ قرر يسمع للأب الغني، رغم إن التاني هو اللي كان معاه شهادات. بيقول القرار ده غير حياتي كلها، وبعد القرار بدأت رحلته الحقيقية في فهم المال. الكتاب كله يا صديقي بيدور حوالين 6 دروس رئيسية عن المال، ريبورت اكتسبهم على مدار 30 سنة، وإحنا بإذن الله هناخدهم مع بعض حلقة حلقة. وكده تكون خلصت حلقتنا التانية، بس إحنا لسه بنبدأ. لو حسيت إنك استفدت شارك الحلقة مع اللي حواليك، ولو عندك أي فكرة أو موقف عن المال ابعته لنا عشان تفيد وتستفيد. ما هو أنت مش هتستفيد وحدك. استنونا في الحلقة اللي جاية، هنتكلم عن أول درس من دروس الأب الغني. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نكمل الرحلة سوا عشان نفيد ونستفيد. ما هو أنا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.